السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وصحة رمضانكم. عاودت رجعت لكم المرة هذه مع سلسلة الأطباق الرمضانية، وخيرت لكم الطبق الأول اللي راح يكون هو الأفخاذ تاع الدجاج عفوا، محشية. التتبيله تاعنا راح يكون فيها زوج سنينات تاع الثوم، فلفل الكحل، كركم، تابل تاع الدجاج، مغرف صغيره تاع لاموطارد، مغرف صغيره تاع طوماطيش تاع البايض، شويه تاع الاعشاب العطريه، وبلا ما نساو مغرف تاع العسيله. زدت هنايا دوبت مغرف تاع زبده وكملتها كامل بزيت الزيتون، يعني من الافضل تكون زيت زيتون. في الاخير راح نضيف الملح، يعني نملحو على حساب كيما يقولك الكميه اللي عندنا، باسكو لا فارس هنايا راح تكون فيها الفيونداشي ويكون فيها الفرماج. نزيدو المعدنوس، اللي يحب يدير المعدنوس، اللي ما يحبش يدير ما يديرش. خففتها تاني بشويه تاع لا كريم فريش، الا ما عندكش لا كريم فريش ديري شويه تاع الحليب ولا شويه تاع الماء ولا ياغورت ناتور. نخلطوا كامل هادوك لي زيبيس مع بعضهم باش يتنسموا لي كامل كيف كيف، ونروحوا نعمروا هادوك ولا ندهنوا هادوك الافخاذ تاعنا بعد ما نكونوا ديزوسيناهم. وكان سبق لي العام اللي فات شاركتكم هذه الوصفه، لكن درتها بطريقه واحده اخرى، قدمتها مع الرز. المره هذه قلت نديرها يعني غير بحاجه خفيفه، ونعاود نشارك معكم الوصفه تحت طلب بعض يعني الاحباب. قالوا لي ما كيش تحطي ما كيش تحطي، والله يعني ربي عالم الوقت ما كانش، ومام كنت واحد الوقت وجدت لكم مواصفات. بصح ما كتبش ربي راح لي كلش في التليفون. المهم هنايا نحكموا الماريناد تاعنا، ندهنوا كامل هادوك الفخاذ، ونخليوهم قد ما نخليوهم يتشربوا هاد الماريناد قد ما يجوني بنان. انا ما كانش عندي الوقت، يعني خليتهم واحد الساعه هكاك. من بعد نروحوا نحكموا بابي فيلم تاعنا، نفرشوه من الاول، ونحطوا هذاك الفخذ ونعمروا بالفيونداشي ونزيدوا شويه تاع فرماج. تحبوا ما ديروش كامل فيونداشي، يعني ديروها غير بالفرماج، هذا الشيء يرجع لكم. تحبوا تعمروها بالرز، العام اللي فات على ما اظن كنت عمرتها بالرز، ونغلقوها بهذه الطريقه. هنا البابي فيلم راح يعاونكم باش تشكلوا هذيك لابول تاعكم فاسيلمون، يعني وتكون مغلوقه. نحطها بجيه ونجي هنايا نحكم الخيط الخاص بالطبخ، نفيكسيه في الوسط بشويه تاع زبده هكذا باش تجيني كل جهه مقابله خدها وما يجيونيش مديكالين. بعد ما نفيكسيهم نحكم لابول تاعي، نعاود نرجعها ونربطها بهذه الطريقه كل جهه مقابله خدها. هنا نكونوا كيما يقول لك كملنا لا فورم تاعنا، يعني تحبوا ديروها تحبوا يعني تخليوها غير بالبابي فيلم هكاك، والتزيين يكون اختياري. درت لهم دي طرونش تاع القارص مع شويه تاع طوماطيش. تحبوا هنايا تفوروها من بعد تفوتوها غير المقله في المقله هكذا ولا في الفوق تتحمر، هذا الشيء يرجع لكم. انا كيما راهي غلفتها بالبابي الومنيوم، وحطيتها في المول تاعي، درت لها شويه تاع الماء وحطيتهم يطيبوا في غلدهم. نروحوا لاصوص اللي رافقتها معاهم. هنايا خديت لا كوكوت تاعي، درت كلش بارد في بارد، شويه تاع الزيت، مغرف تاع زبده، لا كركاس تاع الدجاج اللي كانت عندي، حبه تاع بصل، شويه تاع لي زيبيس اللي هما ملح، فلفل الكحل، وريقه تاع الرند، وشويه تاع سكنجبير. خلطتهم بارد في بارد، ومن بعد حطيت لا كوكوت تاعي فوق النار، خليتها تتقلى مليح مليح. في الاخير راح نرمي هذاك الزيتون بعد ما نكون غليته 3 ولا 4 غليات حتى تروح له هذيك الملوحيه اللي فيه. نزيد معاه مغرف تاع فرينه يتقلاو شويه ونمرق. لاصوص تاعنا ما راحش تاخذ وقت كبير في الطياب، جوست ما يطيب هذاك الدجاج وتشرب شويه هذيك لاصوص. في الاخير نرمي عليها شويه تاع لا كريم فريش، نخليها تغلي غليه ولاصوص تاعنا راهي واجده. من جهة كان المطلوع تاعي خمر لي، رحت طيبته. الوصفة هذه راني مشاركتها معاكم، يعني ما نحبش التكرار وما نحبش لي فيديو تاعي يكونوا طوال. من الأحسن اللي حبت الوصفة ترجع لي فيديو اللي قبل، راح تلقى الوصفة بالتفصيل تاع المطلوع. وهنا صبت باللي مازال عندي شويه تاع الوقت، كانت عندي هاد الكامونبير حطيتها في غامكان اللي يدخل للفوغ، شلحتها بهذه الطريقه. درت فيها سنينات تاع الثوم، تبلتها يعني بالتوابل اللي حبيتو، شويه لي زيرب دو بروفونس، وشويه تاع زيت زيتون من الفوق، شويه تاع العكري هكذا باش يعطي له تحميره شابه. كي كمل يعني طياب هذاك الفخاد تاوعي، كي كملوا طياب دخلتها تتحمر من الفوق معاهم. هكذا هذه هي كانت الوصفة تاعنا تاع نهار اليوم، وكان هذا هو الطبق الرمضاني. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفة جديدة. مع السلامة.